ماذا فعلوا بزيد؟ ذكرت مسألة الخبث. مصيبة. اي سماحة الشيخ تفضل. زيد قتل، أصيب بسهم، لما استخرج السهم جاءوا بحداد يستخرج السهم كأنه السهم المثلث نفسه الذي أصاب الحسين. نعم. فلما استخرج السهم مات زيد، فدفنوه وأجروا عليه الماء. دفنه يحيى ابنه وأجرى عليه الماء لكي لا يعرف القبر. فجاءوا إلى القبر واستخرجوا زيد، شيء يدمر القبر، استخرجوه ونزعوا، جردوه من كل ملابسه وصلبوه لسنوات في كناسة الكوفة. بقي مصلوب 4 سنوات. لكن الإرادة الإلهية حولت من هذه الجثة المصلوبة إلى آية ومعجزة. ماذا فعل؟ أصبحت تأتي الحشرات والحيوانات وتغطي عورة زيد لكي لا يراها الناس. صلب عريانا. نعم، جردوه من كل ملابسه، مقطوع الرأس. نعم، خبث عجيب فيهم. صلبوه فكانت الحيوانات تأتي وتغطي عورة زيد. الأمر الآخر، مع مرور السنوات الجسم لا يتغير، لا يبلى، أصبح آية، أصبح الناس يأتون ليرون هذه الآية والكرامة الإلهية. فماذا فعل؟ أنزلوا الجسد وأحرقوه وذروا رماد هذا الجسد في الفرات. الله أكبر. أي خبث هذا؟ خبث، إجرام، ماذا؟ هذا الفعل نفسه فعلوه في ابنه يحيى سمعت الشيخ؟ يحيى بعد نفس الشيء. يحيى صلب في مدينة الجوزجان، بقي سنوات طويلة، ولعل جسمه لم ينزل إلا لما جاء بنو العباس. الله أكبر. نعم، إشغال، حقيقة إشغال. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت الشيخ، ما موقف مدرسة أهل البيت من الزيدية؟